السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل كده مندي الدجاج او مندي الفراخ مع رز الكبسة السعودي، وهقول لكم ان شاء الله كل التكات والتفاصيل اللي هتطلع الوجبة بتاعتنا بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده. هنعمل الرز بطريقة سهلة جدا، وكمان البهارات اللي هنستخدمها بهارات موجودة عندك في البيت، وهتطلع النتيجة زي ما انت شايفة كده. الفراخ طبعا مستوية جدا وواخدة لون حلو جدا، اللهم بارك. الوجبة اللي قدامنا دي ان شاء الله هننفذها كلها مع بعض كده. تعالوا نشوف عملناها ازاي. في البداية خالص عندي اي طبق هتبل فيه بقى الفراخ بتاعتي. عندي نص معلقة كده من البهارات اللي هقول عليها دلوقتي. عندي كاري، وعندي كركم، وعندي 7 بهارات، وعندي توم باودر، قرفة، ملح. كل البهارات اللي احنا حطيناها دي هنحط منها نص معلقة بس. وكمان عندي بقى صويا صوص، هنحط كده معلقة من الصويا صوص ومعلقتين من الزيت، ونقلبهم كويس جدا مع بعض. هنقلب البهارات كده مع بعض. وكمان عايزة اعزز بقى الطعم اكتر، هجيب نص كوباية من الحليب كده واحطها على التتبيلة دي كلها واقلبهم مع بعض. كنت ناسية فعلا ان انا احط معلقة سكر، فجبت معلقة سكر بودرة كده، ده بيعمل طعم حلو قوي لتتبيلة الفراخ اللي احنا شايفينها دي. وبعد كده هجيب بقى الفراخ بتاعتي وابدا ان انا اتبلها تتبيله كويسه قوي كده، وادعكها كويس جدا بالتتبيله. ويستحسن طبعا ان الفراخ لما تتبل باي تتبيله انها تتحط في التلاجة، يعني اقل حاجه مثلا ساعه. بس هغلف كل الفراخ بنفس التتبيله كده واسيبها في التلاجة كده حوالي ساعتين. وعلى ما الفراخ تتبل معانا تعالوا نعمل الرز بتاعنا. عندي حوالي كيلو الا ربع من الرز. طبعا رز بسمتي اللي هو الحبه الطويله. غسلته وصفيته كويس وحطيته اهو في الطاجن بتاعي. واحط بقى عليه شويه بهارات، نفس البهارات اللي انا حطيتها على تتبيله الفراخ هي. هتفرق حاجات بسيطه قوي. يعني عندي مثلا القرفه حطيت نص معلقه، الكاري، الكركم، ال7 بهارات. يعني هي البهارات دي الاساسيه. وعندي كان عندي بودره زعفران، حطيت منها نص معلقه كمان عشان تعزز اللون شويه، لان زي ما قلت لكم كان عندي الكركم كان يعني خلاص بيفنش عندي، فقلت لا، بودرة الزعفران هتديني اللون الحلو برضو لرز الكبسة بتاعي. وطبعا عندي ورق لورا، احط برضو منه. وكمان عندي كوبيبة صيني وكمان اسمه ايه، قرنفل، هيبقى حلو جدا برضو مع الرز كده. وطبعا لو عندك حبهان حطي، بس انا ولادي بصراحة مش بيحبوه خالص، فعشان كده انا ما حطيتوش. بس انتي تحطيه هيبقى حلو جدا. عندك بقى 3 معالق كده من الزيت، ومكعب مرق الدجاج. لو مش عايزه تحطيه بلاش، مفيش اي مشكله. معلش انا صوتي مغير شويه، عندي شويه برد كده. هنقلب بقى الرز مع البهارات دي كلها اللي احنا حطيناها تقليبه كويسه كده، لحد ما احس خلاص ان لون البهارات بقى ايه، بقى انسجم كده مع الرز بتاعي. وخلاص كده وهسويه زي ما احنا شايفين كده. تعالوا بقى هنسقي الرز. طبعا انا ما عنديش شوربه عشان كده حطيت مرقه دجاج. لو عندي شوربه ما كنتش حطيت مكعب مرقه الدجاج خالص يعني. خدوا بالكم وانتوا بتسقوا الرز الكبسه، لازم نزود طبعا المعيار بتاع الميه، لان الرز الكبسه اللي هو طويل الحبه ده بيبقى محتاج ضعف الكميه اللي احنا بنحطها للرز المصري. يعني لو انت هتحطي مثلا كوبايه وكوبايه، لا هنحط كوبايه ونص مثلا من الميه على كوبايه رز، او ازيد كمان من كوبايه ونص، لان الرز الكبسه بيحتاج ميه اكتر. كده خلاص حطينا الكم بتاع الميه بتاعتنا اهو زي ما احنا شايفين. هنقلب كويس جدا عشان طبعا الملح يدوب وندوق. لو محتاج ملح تاني انا هزود له تاني لو محتاج يعني. كده خلاص الرز بتاعي خلصناه. تعالوا بقى نجيب اي شبكة موجودة عندك، ونبدأ كده نحطها على وش الصينية بتاعتي. ما عندكيش شبكة على فكرة، ممكن تحطي العيدان بتاعة الشيش طاووق، تحطيها كده ترصيها على الصينية من فوق، هتعملك نفس النتيجة. وهبدأ بقى ان انا اطلع الفراخ بعد ساعتين كده من التتبيلة، وارصها كده على وش الصينية. اهم حاجة ان الفراخ ما تبقاش طالعة او بارزة عن الصينية بتاعتي من الحروف، زي ما انت شايفه كده، عشان طبعا ما تنزلش الدهون بتاعتها في الفرن وتعمل لي ريحه بقى ودخان والكلام ده. كده خلاص حطينا ورصينا اهو الفراخ بتاعتي على الشبكة، وورقة فويل كده، وهنغطي عليها كويس جدا. هحكم الغلق بتاعها علشان عايزة الفراخ تستوي وتنزل كل بقى الايه، الصوص بتاعها كده في الرز، والرز يتشرب منها. طبعا هو ده اللي هيدينا الطعم الحلو. طلعنا الفراخ زي ما انتم شايفين كده، بصوا لونها اللهم بارك تحفة. غير الريحة بقى، مش قادرة اقول لكم الريحة في الفرن كانت حاجة تانية. وبصوا بقى الرز بتاعي مفلفل جدا. بصوا طبعا استوى جدا
اهو زي ما انتم شايفين حاجة تحفة اللهم بارك. طبعا الرز بتاعي اتشرب من الصوص بتاع الفراخ، فطعمه احلى كمان من الرز العادي اللي بعمله على البوتاجاز من فوق. وطبعا هبدا ان انا اشيل بقى الكوبيبه الصيني كده والقرنفل لو لقيته، وكمان ورق اللورة، البهارات دي كلها. وهبدا بقى ان انا احط الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. بصوا اللهم بارك، خدت لون تحفه جدا على فكره. انا ما حطيتهاش تحت الشوايه، لا ده هي اخدت اللون ده من وهي متغطيه كمان في الفرن. يعني الفرن بتاعك لو بيسخن كويس وحرارته كويسه معاكي، مش واطيه يعني، لا هيديكي النتيجه اللي انت شايفاها دي. هياخد لون حلو جدا، وكمان الرز هيستوي وهي هتطلع لك بالنتيجه اللي انت شايفاها دي. دي كانت وصفتنا النهارده، اتمنى تعجبكم. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم.